طريقتي السريعة والمنجزة لأسرع صينية بطاطس بالدجاج في الفرن، دقايق بالظبط وتكون جاهزة معاكم من غير خطوات تقريبا، وهتاكلوا ألذ صينية بطاطس بتسبيكة مظبوطة وصوص رهيب وبنفس الطعم بتاع زمان. وانا متأكدة هتعتمدوا الطريقة دي وهتغيروا كل طرق البطاطس بالدجاج بتاعتكم. التتبيلة دي انا عاملاها لدجاجتين او لفرختين كبار. هنحتاج 4 معالق كبيرة من الزبادي، 4 معالق كبيرة من معجون صلصة الطماطم، نص كوباية من زيت الزيتون، ممكن تقللوا الزيت عن كده لو الفراخ فيها دهون كتير، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة من بهارات الفراخ، لو مش موجودة حطوا بهار حلو عادي، معلقة متوسطة من الكاري، نص معلقة صغيرة من الكمون، معلقة كبيرة من مرقة الدجاج البودرة، وهنحط كمان شوية ملح صغيرين عشان حاطين مرقة، وطبعا معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هنحتاج كمان 3 فصوص من الثوم، هنفرمهم كده فوق التتبيلة، ونقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها او بالمضرب اليدوي او بشوكة او بحاجة. بتجهزوها في طبق كبير من غير ما تبهدلوا الخلاط ولا ترجعوا تغسلوه، كله في طبق خارجي، بس حطوها كده في طبق كبير. وبنجيب بقى الفراخ ونتبلها كويس، نقلبها كده على الناحيتين، نتأكد ان التتبيلة جت في كل حتة ومن تحت ومن فوق لحد لما نغلف كل الفراخ. التتبيلة دي الفرختين كبار او 3 فراخ صغيرين. نرجع بقى على اللي اتبقى من التتبيلة ونحط فيه بقى شوية خضار كده. حطيت بقى فلفل رومي اخضر وفلفل احمر مقطعاهم كده طرنشات. وطبعا انا مش هزعلكم، ارموا بطاطس، حطوا بطاطس 4 حبات من البطاطس او 5 حبات من البطاطس، بطاطس متقطعة حلقات. حطوا كمان بصل متقطع، وقلبوا كل الحاجات دي مع بعضها ونحطها بقى في صينية ونظبطها كده، ونرجع نحط بقى الفراخ ونرصها فوق البطاطس زي ما هي، كل حاجة زي ما هي. طبعا انا كل ده حاطه طبق البصل على جنب ومش شايفاه، ناسيه ان هو موجود جنبي، مش واخده بالي، فاكره انا حطيت كل الخضار، بس هرجع احطه تاني قبل ما ادخلها الفرن هرجع احطه تاني. والطبق اللي كان فيه التتبيله حطيت فيه شويه ميه سخنه كده، قلبت التتبيله يعني مش هسيب ولا حاجه، وبرجع احط بقى الميه دي فوق الفراخ. طبعا دي بتطلع بخار في الفرن كمان، عشان البطاطس تستوي لازم نحط فيها شويه سوائل كده، وبغطيها بورق زبده كده الاول علشان بس ما يبقاش ورق الالومنيوم او ورق الفويل اللي فوق سطح الفراخ على طول. بحط ورق زبده وبعد كده بحط فيها ورق الومنيوم وبقفل كويس جدا علشان البخار. طبعا لو ما فيش ورق زبده عادي قفلوها بورق فويل وبس، هووها كده، ما تخلوش الورق لازق على الجلد علشان اولا ما يطلعش بالجلد، وتاني حاجه علشان صحيا مش حلو. وبدخلها فرن سخن على درجه حراره عاليه 220. بحطها تحت الاول قريب من النار متولعه من تحت لحد لما تبتدي تغلي وتبقبق والفراخ تستوي تقريبا، والبطاطس تبقى خلاص دخلت مرحله استوى، يعني الاتنين بيبقوا استووا تقريبا 70%. وبعد كده بقى بشيل الورق اللي فوق كله وبسيبها بقى تتشوي في الفرن وتاخد لون وتتسبك زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الفراخ بقى مستويه على الاخر والبطاطس، شايفين طالما البطاطس استوت يبقى الفراخ استوت. بصوا البطاطس زبده وفيها لمعه ازاي، مش عايزه اقول لكم ريحتها كانت جايبه اخر الشارع، تجنن، وفيها تسبيكه وطعم كده زي الفراخ بتاعت زمان. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.